أحبتي المشاهدين، مساء الخير عليكم ورمضان كريم مجددا. نلتقي اليوم في هيئة أمنا الزهراء عليه السلام، وتطرق مسابقة جيدة ومفيدة وهادفة للمجتمع والشباب أو الفئة العمرية التي تأتي إلى هنا، وتستفيد كذلك من الأسئلة والأجواء الرمضانية. الأسئلة تكون متنوعة من ناحية القرآن الكريم أو غيرها. نرحب بصديقي وزميلي كذلك يرافقني دائما في البرنامج، علي طالب. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ان شاء الله. احنا متواجدين اليوم في هيئة أمنا الزهراء عليه السلام. سلام الله عليها ان شاء الله. وكذلك مثل ما شفنا الأسئلة السابعة بين تطرق جيدة. زين. تحية طيبة أعزائي المشاهدين، في اليوم بين احنا وناس طيبين في منطقة المعامل بغداد وقضاء الزوراء، في هيئة أمنا الزهراء بين أخواننا والهيئة. خليكم ويانا. رمضان يا شهر الغفران، رمضان يا شهر القرآن، رمضان يا. أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم في هيئة أمنا الزهراء عليه السلام. نلتقي مع أحد الضيوف في هذا المكان. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميتة، شرفتونا. الله يسلمك. رمضان كريم على الجميع يا بعد عمري، كل الهلا بكم. ربي يسلمك، ربي يخليك. الاسم الكريم؟ خادمك زياد الكناني. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا، نتشرف. زين، الهيئة انت ايش قد صار حضورك بيها؟ انا ان شاء الله حظ ضيوف الهيئة لها خدام ولها ناس تقوته. احنا حظ ضيوف المتواجدين بهاي الامسيات الرمضانية. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا. شو تشوف المسابقات او هل بها فائدة او فائدة تنعكس على المجتمع أو الضيف اللي يحضر بهذا الموضوع؟ أكيد هي الفائدة للجميع. تعرف أنت هيك برامج رمضانية تكون برامج سؤال وجواب فريقين، تكون الأسئلة عقائدية فقهية تاريخية قرآنية، تكون فائدة للجميع. وإحنا حاضرين، أنا عندي فريق مشارك ومتأهل فأحضر حتى أستفاد. جيد جيد. واكيد ننصح احنا الشباب او اي فئه عمريه كانت الحضور بهيجي اماكن ممكن يستفيد. اكيد هي هاي اجواء رمضانيه، اجواء رحمانيه، اجواء ربانيه، فبدل ما يقضي وقته بغير مكان يجي هنا يستفاد المعلومه، يستفاد يحضر الزياره، يحضر قراءه القران، يستفاد معلومه، يلتقي بناس خدمه الحسين يضيفون له بحياته. زين، بما انك احد الضيوف القدماء بهذه الهيئة هذه تقدم بس بشهر رمضان لو؟ هيئة أمنا الزهراء هي طبعا من أقدم الهيئات بمنطقة المعامل، وهيئة مثابرة ودائما تأتي بفكر جديدة كل شهر رمضان، كل أيام محرم. هيئة سباقة لفعل الخير لمساعدة الناس، فهاي مو جديدة على هيئة أمنا الزهراء، بأن يقدمون شيء هيك جميل ومرتب. بارك الله فيك وجزيل الشكر لك، وسعداء جدا بلقائك. عيوني انت، ربي يحفظك. يا مرحبا بك، على راسك، ربي يحفظك. احبتي المشاهدين، مستمرين وياكم في هيئة أمنا الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم، الله يتقبل الطاعات ان شاء الله. الاسم الكريم، وعرفنا عن نفسك والهدف اللي انت دا تمشي به. الله يبارك بك. سعد عطية العقيلي، رئيس هيئة تخليد الشهداء في منطقة المعامل. حياك الله. شنو روتينكم او شنو اهدافكم او شنو الافكار اللي توصلوها للفئات العمريه المختلفه؟ ومثل ما شفنا احنا المسابقه وكانت اسئله جيده وهادفه ومفيده. احنا رسالتنا احياء وذكر وتخليد للشهداء اللي ضحوا بحياتهم من اجل حياه الاخرين. تعرف انت لولا هذه الدماء الطاهره ولولا هذه التضحيات وهذه البطولات التي جاءت سطروها القوات الأمنية والحج الشعبي من أبنائنا وأخواننا وأصدقائنا في جبهات القتال ضد الإرهاب، لما كانت تستمر الحياة. فالهدف من عندها إيصال فكرة أنه بهذا الدم نطقت الحياة. نعم. بارك الله بك، وجزيل الشكر لك. طبعا احنا سعداء جدا بلقائك. زين، هل يوجد عندكم مؤسسة أو فد مكان أنتم تجتمعون به تتشاورون به أو تقسمون به أهدافكم ومسيرتكم ترتبوها؟ نعم بالتأكيد. احنا نستغل دائما الحسينيات والجوامع والمضايف اللي موجودة بمنطقتنا
آلية عملنا هو لجنة استشارية تتكون من 10 نفرات تحاط بإدارة من 3 نفرات، لأنه الأعضاء اللي عندنا 90، فلازم بهيك عدد لازم يكون في لجنة استشارية. هاي اللجنة كل شخص من هاي اللجنة يدير ملف من الملفات اللي احنا نشتغلها بعملنا وبطريقة عملنا. بهذا الشكل يكون اجتماع دوري كل راس شهر. المقر موجود قلت لك من خلال الحسينيات والجوامع. نقيم نشاطات مهرجانات، ندعي عوائل الشهداء وتكريم العوائل الشهداء، الشعر ونعي وشايفة يعني ديدن المهرجانات. وقمنا 17 مهرجان تقريبا على روح الشهداء منطقتنا. وعندنا مشاركة محرم الاستعراض السنوي، يكون ريزيا حمل صور الشهداء وأعلام العراق وأعلام الحشد ولافتات وصور القادة، وندخل مشاركة بالاستعراض. بارك الله بكم، وهذا شيء جيد، احنا نفتخر بكم، ترفعت راسنا وسعيد جدا بلقائك. أنا ربي يحفظك. زين، من الناحية انه مساعدة الفقراء وغيرها تلجؤون لهذا والله احنا دائما يطرحون علينا هالشيء، لكن احنا منطقة الحسينية تحديدا اكو مجموعة تعمل على بناء مثل تجمع شباب الزهراء جزاهم الله خير، يشتغلون على بناء الناس الفقراء واللي ما عندهم واللي ما عنده امكانية يشتغلون له يبنون له بيت. اكو ناس تعمل على مساعدة الفقير نفسه، مساعدة مالية. اكو ناس تعمل اكو ناس تعمل مجالس. احنا اشتغلنا على الشهيد، اختصينا بهذا. شكرا جزيلا لك، ربي يحفظك، متشرفين بك على راسنا. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا بك حبيبي. احبة المشاهدين مستمرين وياكم في هيئة أمنا الزهراء، خليكم ويانا. تحية طيبة أعزائي المشاهدين، وياكم في بغداد قضاء الزوراء المعامل، شارع الذهبي، سوق عبد المهدي، وموكب وهيئة أمنا الزهراء. نلتقي مع أخونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، أهلا وسهلا. 100 هلا بك. الله يحفظك. الكريم الشاعر علي الذهبي. معروف الشاعر علي الذهبي على راسي. الله يسلم راسك. الله يخليك. حياك الله. يدور روح لك. الله يسلمك. قلت هنا أنت قايم إن شاء الله. أنا منذ 2 اشتركت بهاي الهيئة. حياك الله. الهيئة اللي قائمين عليها ملا رسول المترفي، تحياتنا إليه، وملا سيف التميمي. طبعا الهيئة الله يسلمك، طبعا الهيئة دعمها ذاتي، ماكو أي جهة تدعمها. الهيئة تقيم مهرجان سنوي، قطري من كل المحافظات. أحسنتم. وتقيم مجالس لمدة 10 أيام. تبدأ من 10 الثانية. تجمع الشباب، جميع شباب المنطقة. في مشاركاتهم قيمة، تبدون بمسرحية، مسرحية تمثل الدور اللي يقوم به أحد الأئمة مثل الإمام العباس عليه السلام أو الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليه. بارك الله. الله يبارك فيك. رحمه الله والديك. شنو عملك أنت ما بين الهيئة وما بين العمل؟ نعم، أنا عملي حر، زين، وأحضر دائما هنا بالهيئة. الله يسلمك. بخصوص محرم والمناسبات. احنا إن شاء الله تحضيراتنا قائمة. المحرم من بداية السنة لنهاية السنة. شنو رأيك بالأسئلة والأجوبة بخصوص البرنامج؟ برنامج ديني، تطابع تاريخي ومعالم دينية. طبعا البرنامج فكرته لتطوير معلومات الشباب. فكري. اي لمعلومات الشباب. العقيدة. نعم. مقدساتنا. نعم. هي الفكرة لأن احنا نريد نطور معلومات الشباب المستمعين. زين، نجيب لهم أسئلة من القرآن، ونجيب لهم أسئلة من التاريخ، ونجيب لهم أسئلة من العقائد، وهكذا يكون فكرة البرنامج. حبيبي ربي يسلمك. شكرا جزيلا، ربي يحفظك. ممنونين وياك. شرفنا اليوم احنا بنصكم. الله يخليك، ربي يحفظك. الله يسلمك. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك حبيبي استاذنا العزيز. اسمك الكريم. سيد صادق ابو رضا. الغالي. الله يسلمك، الله يحفظك، الله يخليك. الله محييك، الله يخليك. اليوم هيئة أمنا الزهراء ان شاء الله. والله هاي الهيئة يعني معروفة باسمها، وهاي بخدمة الإمام الحسين. وهاي السنة احنا بشهر رمضان مبارك، يعني اكو مبادرة يمكن جديدة بالمنطقة، أسئلة وأجوبة. نشوف المهرجان هسه حاليا برنامج يعني يستضيف الهيئات ويستضيف الفرق، يعني فكري يعني راد هذه المنطقة وخصوصا الشباب حاليا يعني إلى الهاوية، فيراد لهم في هاي الأفكار وهاي توصل صوتك، توصل الفكرة، توصل الفكر الديني، لأن حاليا شوي الأمور
الامور الدين يعني مو شوي ما جاي يوصل بصوره صحيحه. الله يحفظك. والله نجي هنا احنا من تاسيس هذا الهيئه تقريبا 4 سنوات 5 سنوات نجي هنا حضور قراءات. الله يحفظك الله يحفظك عزيز عليك. الله يحفظك. ما والله عمل يعني اعمال حره حاليا اعمال حره. الله يحفظك. دراسه وين واصل؟ وثالث متوسط. احسنت عاشت. الله يحفظك. بارك الله فيك. شو تحب تضيف؟ والله احب يحفظكم ان شاء الله محمد وال محمد ان شاء الله للجميع. وانا نسيت رمضان كريم عليكم وعلى علينا وعليكم ان شاء الله وعلى امه محمد ان شاء الله. الله يحفظك. رمضان كريم. الله يخليك عيوني. اليوم شنو الفطور؟ اليوم الفطور دجاج. شكرا جزيلا لمولاي ربي يحفظك. الله شرفت انا تكون وياي. ربي يحفظك تاج الراس. شكرا جزيلا الله وياك سلمان. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين خليكم. احبتي المشاهدين متواصلين وياكم في هيئه امنا الزهراء عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا إن شاء الله. الاسم الكريم مبدئيا. الاسم الكريم عباس جبار. يا مرحبا بك. عاشت الاسامي. لاحظنا انك كنت مشارك بالمسابقه. نعم. نريد رايك بخصوص هاي المسابقه وشنو اهدافها؟ الجواب الصحيح هو الجزء الثاني. والله أولا رأي هيئة أمنا الزهراء يعني هي سباقة دائما في مثل هذه المحافل اللي هي بالأصل تضيف للشارع أو للشاب. أنتم شفتوا يمكن مسابقة بعينك يا مسابقة ديني أكثرها يعني أو الأغلب يعني أغلب هي أسئلة دينية هاي يعني تطور الفرد للأحسن والأفضل. اما يعني اللي احنا نتمناه يعني عندنا هواي هيئات وعندنا هواي مواكب وجزاهم الله خير الجزاء ما مقصرين. نتمنى ان يسلطون الاضواء على مثل هيك فكره يعني شفت فريقين وقاعده حلوه وشبابنا كلهم موجودين يعني ما نريد نذكر هواي اسباب قد تنتشل الشاب من مكانات يعني غير لائقه. هو مكان ما يقعد هناك يجي يقعد هنا ويشوف الجلسه هاي الدينيه اللي بيها ثمره حقيقه يعني. هذا اولا شيء جيد. نعم. ثانيا الاسئله كانت هادفه من القران الكريم، اسئله دينيه، اسئله تكون تاريخيه. نعم صح. واكثر ميزه حلوه تدري شنو هي؟ انه البراعم الصغار الاطفال اللي موجودين هنا يستمع للسؤال ويتعلم. هذا شيء جيد. واحنا هاي الاطفال او البراعم المفروض يقعد بهيك مجلس. استاذ احنا بهذا العمر احنا من نقعد هنا احنا نستفاد. يعني هسه انا هالخوب انتهت مسابقتين الحمد لله شكر فزنا. بس انا اقعد هنا حتى استمع للسؤال حتى استفاد معلومه بدل ما انا قاعد كل شيء ما عندي استفاد معلومه. فيعني قلت لك يعني هاي المسابقة حلوة وهادفة بنفس الوقت. هادفة وجميلة وخصوصا احنا شهر فضيل والوقت اقضيه باشياء ايجابية افضل ما ابقى قاعد وقتي يروح هدر وانا ما استفيد منه كل شيء. جزيل الشكر لك واحنا سعداء جدا بلقائك ونتمنى لك كل التوفيق ومسيرتك كلش جيدة ونخليك على راسنا. جزيل الشكر لك حبيبي عيوني تاج راسي. يا مرحبا اهلا وسهلا. مستمرين وياكم احبتي المشاهدين في هيئة امنا الزهراء. خليكم ويانا. اعزائي المشاهدين السلام عليكم من داخل هيئة امنا الزهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله حبيبي. الله يحفظكم اهلا وسهلا. ملا مرتضى المحمداوي خادمكم. الله يحفظكم الله يسلمكم الله يباركك الله يحفظك حبيبي. احسن الله اليك. حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في هيئة عزاء امنا الزهراء عليها السلام. وفي ليالي رمضان المبارك ارتئينا ان نقيم هذه المسابقة مسابقة نور العارفين لنشر تعاليم واهداف وسيرة اهل البيت عليهم السلام في هذا البرنامج ولاستفادة لنا وللجمهور وايضا تجمع هيئات ومواكب منطقة المعامل والالفة والتقارب بين هذه الهيئات من نشر اهداف وهذه الاسئلة طبعا هي للفائدة للجميع وليس فقط منها المنافسة. بارك الله بك. الله يحفظكم. شلون تشوف الاجواء يعني هذا فكر للشباب وقبل الكبار؟ نعم ان هذه الفكرة اتت من ريعان شبابنا وايضا من فكرة اخونا الملا سيف التميمي الله يحفظه ان شاء الله الذي وايضا ملا رسول الكربلائي الذين عملوا بجهد. نسأل من الله ان يوفقهم لفتح هذا
هذه الهيئة في شهر رمضان المبارك لتعلم وذكر أهل البيت عليهم السلام، وكذلك إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام في الليالي المباركات، وأيضا إحياء لليلة القدر إن شاء الله في هذه الهيئة. والمسابقة مستمرة إن شاء الله وتستمر إلى أجزاء متتالية إلى يوم 28 من شهر رمضان المبارك. رمضان كريم عليكم وعلى علينا وعليكم إن شاء الله، موفقين وحياكم الله. مبدع اليوم انت. الله يحفظكم، الله يسلمكم، شكرا جزيلا. الله يحفظكم. طبعا احنا نشكركم، الله يخليك على خدمتكم. احنا حياكم الله، احنا شرفنا يكون بتواجد وياكم ان شاء الله. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، خليكم ويانا. أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم في هيئة أمنا الزهراء عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي، هلا بك. الله يسلمك، ربي يحفظك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية الإسلامية إن شاء الله بشهر الفضيل هذا. مسابقتنا برنامج نور العارفين في كل سنة. هاي الهيئة تقريبا صار لها فوق ال 15 سنة. كانت تحيي فقط شهر محرم، مناسبة شهر محرم، فارتأت هيئة وأعضاء هيئة أمنا الزهراء هاي السنة يعني نفتح 10 أيام أو 20 يوم، كان ما مقرر الوقت. انفتحت مسابقة برنامج مسابقة نور العارفين. هي أسئلة دينية تاريخية متكونة بكاء، يعني الناس الجاية بكان ما اليوم الفرد العراقي يفطر ويروح يطلع، يا اما يروح للملعب يا اما يروح للمقهى يا اما يجي هنا يستفاد له معلومه يكتسبها. هاي كلش كافي، هاي ثمرتنا احنا. هذا شيء جيد احنا نشجع به. الله يسلمك. والفئات العمريه المتواجده كذلك يستفيد من الاسئله. اكيد. من يشوفون شرط اللي يشارك. اكيد. زين. والبراعم الاطفال اللي موجودين كذلك هم راح يسمع السؤال، راح ممكن يتعلم منه. ثمرة المسابقة هي ترسيخ المعلومة الصحيحة بذهن المتلقي اللي جالس. بارك الله بك. الله يحفظك. ما عرفتنا باسمك؟ سجاد جبار، أحد أعضاء هيئة أمنا الزهراء. أهلا وسهلا بك، ربي يحفظك. ايش قد صار لك؟ الهيئة من زمان، يعني من أنا طفل صغير أنا ويا الملا رسول وملا سيف. زين، بارك الله بك، نتمنى لك كل التوفيق. سعداء جدا بلقائك، وتحياتنا للقائمين على هذه اليهيئة. حياكم الله وربي يحفظك، الله يسلمك، جزاك الله خير. تحياتنا لك عزيزي. احبتي المشاهدين، مستمرين معكم في هيئة أمنا الزهراء، خليكم معنا. اعزائي المشاهدين، خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا. ملا رسول المترفي. على راسي. الله يسلمك، سالم راسك. تواجدنا اليوم في هيئة أمنا الزهراء. أهلا ومرحبا بكم في هيئة أمنا الزهراء. ربي يحفظك. خيمة الزهراء، هيئة الحسين إن شاء الله. أحسنتم على هيئة منطقة العماري أو المعامل بصورة عامة. نتشرف بكم اليوم، احنا تواجدنا هنا. احنا متشرفين بكم، أهلا وسهلا بكم. كل خطوة ألف هلا. متى هاي المسابقة سويتوها؟ ايش وقت؟ المسابقة هي مبادرة يعني حديثة في شهر رمضان. يعني سبحان الله، هو كل شيء رزق، والحمد لله الله رزقنا بهاي المبادرة، وكانت مسابقة جميلة وأخذت باع يعني بوسط المنطقة، منطقة المعامل، ومشاركات من كافة المناطق، من فلكة حي النصر إلى فلكة الحسينية، والحمد لله. هيئات الحسين، رابطات الحسين، شعراء الحسين، رواديد الحسين، مؤسسين مواكب الحسين، فكر وعقيدة كلهم هم مشاركين في هذه المسابقة، والناس الجالسين هم يستفادون أيضا. شبابنا نعم يروحون بأماكن غير لائقة، هنا تفيدهم معلومات. احنا هاي خيمة الزهراء احنا فاتحينها لأجل الزهراء ولأجل أهل البيت. احنا ما لنا يعني غرض فلان يروح هيك يجي. احنا الهيئة فاتحينها للزهراء. هو شوف، هذا مجالس أهل البيت اختيار. حلو. اختيار. أهل البيت يختارون الشخص اللي يناسبهم ويجيبونه بمكانهم. أي، فهذا ما بي يعني مقارنة ولا شلون تجمع بين العمل والمجالس الحسينية؟ عملك شلون؟ والله أجمع بين العمل، أكو فرصة بين العمل بالنهار، وإحنا شغلنا هنا. إن شاء الله، ولا تكون محرج بهذا السؤال. شلون عملك؟ عملي يعني قوت يومي. أي، في خارج يعني المنطقة، في أطراف يعني ببغداد، وسط بغداد، والحمد لله. أجواء محرم. احنا كل سنة بس بمحرم 10 أيام كان عندنا المناسبة، العشرة الثانية طبعا.
كنا نحضر قبل 3 اشهر و4 اشهر وحتى ايام بها بشهر رمضان نحضر المحرم. نعم حتى المشاهد توصل معلومه. نحضر المحرم نظل هنا 4 اشهر وهاي الاهالي منا ومنا هم جزاها الله الف خير يعني ما مقصرين ويانا بالمساعده يعني فاتحين بيوتهم انه ماي كذا اشياء نحتاج اي مساعده. اي فالله سبحانه وتعالى هاي السنه رزقنا بانه برمضان وكان الديكور مالنا عاوز شغلات بسيطه ماديه ومعنويه. احنا ماديا شكرا جزيلا ماديا ما عندنا تبرع فقط احنا من جيبنا الخاص. احسنتم. ما عندنا وهيئتنا مستقله يعني شوف هاي اخذ اياها استاذ ماجد حلوه يعني مرتبه. هيئه أمنا الزهراء هيئه مستقله ما تابعه لاي حزب. تجمع لا ما تابعه لاي بين الشاب فقط لاهل البيت. الناس الكبار السن كل واحد كبير صغير كل الناس نرحب بها واهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا اليوم شرفنا بمعرفتكم هنا وبنسكم واحنا اخواتنا انتم ونشرف بكم. الله يخليك لنا شرف والله سعداء بلقائكم انت واستاذ سيف ابو مختار التميمي. جزيل الشكر ربي يسلمك ربي يحفظك. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. اعزائي المشاهدين وصلنا وياكم لنهايه الحلقه وتغطيتنا لهذا اليوم من هيئة أمنا الزهراء. أنا وصديقي مرتضى محمد. تفضل حبيبي. جزيل الشكر صديقي وزميلي علي طالب. متواجدين اليوم كنا في هيئة أمنا الزهراء عليه السلام. اطلعنا على المسابقة كانت جدا هادفة وتحتوي أسئلة هادفة لجميع الفئات العمرية ويستفيد منها الجميع. جزيل الشكر لكم على المشاهدة وجزيل الشكر للهيئة هيئة أمنا الزهراء على الاستضافة وجزيل الشكر على الذين قائمين عليها ونتمنى لهم كل التوفيق. أخوكم كان معكم مرتضى محمد من منصة أهلنا الإعلامية وأخي وزميلي علي طالب وجزيل الشكر إلى مصورنا ماجد العقيلي. نلتقيكم في حلقة قادمة بعون الله تعالى. في أمان الله. في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا.